ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه رامي صبري الجديده، اغنيه حبينا، لسه نازله كده حبه حلوين من الالبوم الجديد. يلا بينا. اغنيه رامي صبري الجديده اغنيه حبينا هي من كلمات تامر حسين ومن الحان مدين ومن توزيع طارق التوكل. انا يا جماعه بصراحه اتفاجئت جدا بالاغنيه دي، فاجئتني جدا من حيث الكلمات والالحان والتوزيع. شايف بصراحه ان من احلى توزيعات الالبوم هي اغنيه حبينا. كالاغاني يا جماعه اللي هي الاغاني الحب، او من الاغاني اللي هي مناسبه للافراح اكتر. لكن بالنسبه يا جماعه للاغاني الدراميه، هم احسن اغنيتين بصراحه لغايه دلوقتي، يمكن خير لما بيوحش. انا شايف ان هي كلمات حلوه جدا من تامر حسين. كلمات يا جماعه كانت كلها رومانسيه وكلها معاني كويسه جدا، وبصراحه معاني حلوه. بالنسبه يا جماعه للالحان، فهي الحان مدين يا جماعه من الملحنين على فكره الشاطرين جدا، ودايما بيعملوا شغل كتير جديد ودايما مختلف. فيا جماعه بصراحه هو عامل اللحن بتاع اغنيه فاكر نفسك هديه، اللي هي الاغنيه اللي هتنزل بعد الاغنيه دي. يعني شايف ان الالبوم بصراحه فيه مواضيع موسيقيه جميله جدا. شايف بصراحه ان هو البوم يحترم جدا من رامي صبري. يا جماعه هو شغال من حيث كل حاجه، يعني من حيث الكلمات والالحان والتوزيع عامل بصراحه شغل كويس جدا. فيا جماعه بصراحه تامر حسين شايف ان هو دايما يشتغل مع رامي صبري، في منهم الكيمياء يا جماعه كبيره جدا بصراحه، وانا بحترمها. حتى يا جماعه برضه على مستوى الالحان، يعني مدين بصراحه عامل لحن يا جماعه مركب ومجهود جدا مع الكلمات. يعني حاسس ان في مجهود باين وملحوظ جدا وواضح مع الكلمات اللي اتعمل على الاغنيه. يعني ممكن تكون الاغنيه وصلت الاول لرامي، ممكن تكون ككلمات وبعد كده تلحن عليها الكلام، او العكس ممكن اللحن يوصل ويتعمل عليه الكلمات، على حسب يا جماعه الاغنيه وعلى حسب الصدفه بتطلع ازاي بعد ما بتخلص. فلو جيتوا سالتوني انت يا مؤمن حابب ايه، يعني انت شايف ان الاغنيه فعلا تستاهل انها تتسمع، وشايف انها فعلا من الاغاني القويه للالبوم؟ اه يا جماعه بصراحه من غير اي يا جماعه ان انا اناقش معاكم، الاغنيه يا جماعه فعلا تستاهل. كلماتها حلوه جدا والحانها حلوه قوي. توزيعها يا جماعه كان بصراحه من الحاجات الجامده جدا، وشايف انها من اقوى التوزيعات في الالبوم لغايه دلوقتي. دخلت يا جماعه الجيتار بتاعت الاغنيه كانت حلوه جدا وكانت شداني جدا، يعني انا عايز اسمع الاغنيه كمان. غير يا جماعه عشان الكلمات طبعا والالحان بتاعتها بصراحه اللي كانت عجباني جدا. حتى يا جماعه التوزيع من طارق التوكل كان شاددني جدا، عايز ادخل اسمع الاغنيه. فعلا يا جماعه من الاغاني القويه جدا في الالبوم. وانا بصراحه يا جماعه لما جيت سمعت البرومو بتاع الالبوم لما نزل، الاغنيه دي كانت برده شداني شويه. عايز اعرف هي يعني الاغنيه دي اخرها هيبقى ايه. نفسي يكون فيها كلمات تاني، يعني انا شايف ان يتحط فيها كذا كوبليه، مش كوبليه واحد ولا اتنين، لا كذا كوبليه بجد يا جماعه. يعني انا عايز اعرف رايكم ايه، قولوا لي انتوا رايكم. يعني انا عن نفسي شايف ان الاغنيه هي ممكن تكون اوحش حاجه فيها ان هي بتخلص بسرعه، بجد والله مش مجامله في الاغنيه ولا في حاجه. بس فعلا يا جماعه الاغنيه ككلمات كويسه جدا، كالحان يا جماعه بصراحه كانت معموله بشكل احترافي جدا مع الكلمات والتوزيع. بصراحه مدين عامل شغل حلو قوي فيها. والاغنيه يا جماعه بشكل عام انا شايف ان اقوى حاجه فيها بصراحه كانت الكلمات والتوزيع، واللحن كان قوي جدا من مدين. انا شايف انها من الاغاني المتكامله جدا في البوم رامي صبري معاها هتبدع. فعلا يا جماعه هو عامل بصراحه اغاني حلوه قوي في الالبوم. والختام يا جماعه هيبقى باغنيه فاكر نفسك هديه، يعني ان شاء الله لما تنزل برضه هطلع اتكلم عليها معاكم واقول لكم رايي. ان هو ممكن يكون ناقصه حته ان هو يتصور فيديو كليب، لو كان كمل فعلا وتصور فيديو كليب كان يبقى البوم تاريخي لرامي صبري. بس هو فعلا يا جماعه البوم تاريخي لرامي صبري من حيث المزيكا ومن حيث الكلمات الجديده. حتى يا جماعه الاشكال اللي بيقدمها في يا جماعه اختلاف وتطور كبير عن اخر البوم قدمه رامي صبري. وانا عايز اعرف رايكم في الكومنتات يا جماعه، قولوا لي تحت رايكم. وبرضه انا بحترم رايكم، انتوا عارفين في الاول وفي الاخر. وبشكر كل حد بيتابعني وبيتفرج عليا من اي مكان. كلكم والله يا جماعه على راسي من فوق، وبحبكم جدا. اي حد بيتابعني بجد يا جماعه انتوا من الناس الفي اي بي بتوعي، الناس القديمه والله كلكم فعلا انا عارفكم وواحد واحد، وكلكم والله فوق راسي من فوق. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت سايبين وتشوفوا اشتركوا وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كان في محتوى اللي قدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم. هذا ما تقدروا ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.